سلام البنات، مرحبا بكم، صحة فطوركم. اليوم جبت لكم اول فيديو الحلويات العيد. بغيت نبدا بالصابلي العادي، ماشي بريستيج، يعني صابلي تاع الكونفيتور محشوق الجماهير الجزائريه. دائما اللي كيكون منعيه ونوعوا في الحلويات، بصح لازم الصابلي تاع الكونفيتور يكون حاضر. شوفوا بهذا الشكل تاع الطوابع اللي هم دايرين حاله تاع الزليج. شوفوا مع السر اللي باش يخرج لكم هذا الديسا يقعد لكم هكا ما يتكمش لكمش لاباط. قعدوا معايا حتى لاخر فيديو ونتمنى تعجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش لايك بارطاج. نبداو على بركه الله. هنا كما قلت لكم في بدايه الفيديو غادي نبداو بالصابلي تاع الزليج. هاد الطوابع اللي راهم دايرين حاله هاد العام، راهم طوندونس هاد العام. تنجموا بطابع واحد ديروا زوج تاع الانواع ولا زوج تاع الاشكال. شوفوا هذا الشكل. هادو سر النجاح تاع سر نجاح هاد الوصفه باش تخرج لكم هذا الرشيم شباب اللي تكون لاباط ماشي رقيقه بزاف، وتوجور اللي كنغمسوهم في الفرينه ومن بعد عاد نطبعوا بهم. الوغ هنا هما لا طوابع تاعي نخليهم دو كوتي ونبداو على بركه الله. هنا عندي 250 غرام تاع مارغرين، اي مارغرين اللي مولف تستعملوها. انا غادي نستعمل هذه ديما بدرجه حراره المطبخ تكون طريه. هنا كما قلت لكم 250 غرام تاع مارغرين بحراره المطبخ، زوج حبات بيض، قرصه تاع الملح، كاس تاع سكر كلاصي، ونص كاس تاع مايزينا، نص كاس تاع زيت، ليكستري تاع لافاني. وهنا لا لوفيو غادي ندي منها غير رشه ونلمو بالفرينه كالعاده. هنا نجيب ريسيبيون تاعي، ها فوالا. نسقد التليفون تاعي باش تشوفوه هكا. هنا ندير 250. شوفوا هنا ندير النصف تاع هاد الكميه. بسم الله كيما هكا. كما قلت لكم سر نجاح هذه الوصفه هي ما نغلظوا شويه لاباط، ما نرقوهاش. وهذوك الطوابع باش تخرج لنا الرشمه تاعهم نغمسوهم دائما في الفرينه ومن بعد عاد نطبعوا بهم بهذه الطريقه. هاي لا 250 غرام تاع مارغرين طريه. نوخر هذه. هنا ندير معها زوج حبات بيض، زوج بيض، هكا نخدم او ميم طون ديباراسي. ندير معها ليكستري تاع لافاني. انا هذا شريته ليكستري سون كولور، ما فيش ملون. اللي يبغي يدير ملون يدير. حنا درت كميه. هذا تاع القرع اللي تعمر يجي ريحته شابه بزاف كيما هكا. نوخره ثاني. اللي تبغي دير الليم دير الليم. شوفوا هاد العام خرجت هاد البودره تاع الليم، مانيش عارفه على سيتوها، انا مازال ما سيتهاش. شوفوا هذه بودره تاع الليم، هاهي لا تجي كيما هكا في العلب صغير. هنايا جايه رقيقه بزاف، غادي ندير رشه مع ديك لافاني. اللي يبغي يديرها يديرها، اللي ما يبغيش يديرها ما يديرهاش. تبغوا ديروا ليكستري تاع بيستاش، ليكستري تاع كراميل، كل واحد ويدير ليكستري اللي يبغى. هنا هذا جايه بودره بصح ريحتها قويه، ريحه الليم فيها قويه. هنا غادي ندير رشه تاع الملح باش تعدلنا الذوق، ونقدر بالباتور ونقعد نخلط في هاد المكونات تاعي. هنا غادي نقعد نخلط كي ينسجموا لي باش نحبس داك الحس تاع الباتور، باش ما يغبنكمش الحس تاع الباتور كيما هكا. هنا بعد ما خلطت ديك المكونات غادي نبدا نزيد زيت تدريجيا، ومن بعد ندير سكر غلاس. ندير الزيت ندير كميه، نخلط حتى اللي نكمل كاع ديك الكميه.
هنا نزيد هذاك الكاس تاع السكر غلاس ثاني ونخلط بيان، نخلط مليح من بعد غتولينا جوغ كريمه. هنا شوفوا لاحظوا تولي جوغ اون كريم. هنا نحبس الباتور تاعي، نوخر الباتور تاعي هنايا في هذه المرحله. هنا نريقلي في الاضاءه كيما هكا، ونزيد نص كاس تاع مايزينا للهشاشه. كيما نعرفوا المايزينا تعطي هشاشه للصابلي تاعنا. هنا غادي نزيد غير نص كاس تاع مايزينا، بهذه الطريقه مغربله. نوخرها له، نزيد رشه تاع سكر، رشه تاع خميره كيميائيه، ما نكثروش، هكا اون بينسي تاع الخميره الكيميائيه، ونقعدوا نزيدوا في الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه طريه. السر من اسرار نجاح صابلي اللي قل الفرينه، اللي لاباط تجي طريه ما تجيش قاصحه. هكا نخلط هاد المايزينا مع داك الخليط، هكا يخرج لنا طري وهشيش ويقعد لنا مده طويله. هنا نزيد الفرينه، كنزيد الكاس الاول ونقعد نزيد هنا في الفرينه حتى نتحصل على اون بات تكون مول، اون بات تكون طريه. كيما هكا. شوفوا البنات بعد ما لميت ديك العجينه تاعي بالفرينه، شوفوا كي جات طريه هكا. غادي نغطيها نوخرها منا. هنا جبت فيلم اليمونتير، بابي كويسون. هنا وجدت الفرينه باش نطبعوا فيها والوراق تاعي. هنا غادي ندي كميه، ندي كميه تاع العجينه ماشي كاع، غير كميه. كما قلت لكم لاباط تاع الصابلي ما تتعجنش، غير كيما راهي رشه خفيفه تاع فرينه ونحلها بالوريق. حنا تبغوا تستعملوا كيس استعملوا كيس، تبغوا غير هكا بلا كيس. شوفوا على هنا كيما قلت لكم اللي كنغلضوها ماشي نغلضوها بزاف بصح ما يليقش تجي رقيقه. بهذه الطريقه نسقم العجينه تاعي. هنا نتمنى راكم تشوفوا بيان العجينه تاعي كي راني دايرت لها، ما راهيش غليظه بزاف ما راهيش رقيقه، موايا هكا باش تشوفوني كيش نشكلها. هنا غادي نبدا بالمول الاول هذا على شكل قلب، غادي نغمسه في الفرينه، ننفض ونطبع هكا. شوفوا هنايا. هنا لاباط الاولى عاود زدت لها شويه فرينه باسكو كانت كيما نقولوا كان يلصق. شوفوا هنا درت زوج تاع الاشكال. هنا غادي نعاود نبدل الشكل واحد اخر، ندير الفرينه بيان في المول ونطبع ونعاود نطلع هكا. هنا اللي قلاه لا باسيونس واللي تكون قلت لكم العجينه غليظه ويكون الشكل ويكون هذا المول فيه الفرينه هكا. انا غادي نكمل نطبعهم كاع ونشوفوهم في الصني. بصح يخرج الشكل تاعهم شباب بزاف.
شوفوا الشكل شباب بزاف. دوك نقرب لكم الكاميرا. نبدلو شويه. العام اللي فات كان طونطونس تاع عيد مبارك، هذا العام راه تاع الزليج. كل عام يخرجوا لنا موديل جديد. هنا نوخر هذا. انا جيسبر كو راكم تشوفوا بيان. غادي نقلع هاد الاطراف، هاد الزياده، باش نوريكم الشكل تاعها. كما قلت لكم الصابلي تجي بات تاع هشيشه، شوفوا لما نيبسوهاش وما نطروهاش بزاف. شوفوا الشكل الاول. انا نجيب بلاط تاعي نحط فيه. ستفهم في البلاط. نقلع كحل زياده. غادي نديرهم في البلان امر بلا تاعي ونشوفوهم في السنين مين نبغي ندخلهم الكوشه. شوفوا هنا البنات نوري لكم الرشيم كيخرج. هاد الاشكال اللي طبعتها. دوك نكمل كاع الكميه اللي عندي، نطيبها نخليها تحمر شويه، نشعل عليها من تحت من بعد من الفوق ما نخليهاش تحمر بزاف، غير شويه تدي لون ونجيو باش نديكوروها. هنا بعد ما طيبت الكميه الاولى شوفوا الاشكال اللي خرجت، يعني اشكال شابه بزاف. شتو لاباط ما تقلصت لي ما والو، خرج لي الرشيم طوب. شوفوا هنا لصقتهم بالكونفيتور عادي، كونفيتور اللي عندكم. انا هنا كان عندي تاع الخوخ، حسيته تاع مشماش وهو تاع خوخ، ما عليش. هنا ندير كميه ونمشيها ونلصق حبه مع حبه كيما تاع بكري. نعياو ما نديرو في الصابلي بريستيج ونديرو، بصح صابلي تاع بكري تاع الكونفيتور ما كانش كيفه. يجي مع القهوه يجي شباب بزاف، يجي بنين، يجي فيه ديك هكا يقرمش. هنا والتزيين يبقى اختياري. انا هنا لصقته بالكونفيتور، تبغوا تلصقوه بالكراميل، تبغوا تلصقوه بون كريم، تخدموا كريم او بور ولا بصح انا بغيت ندير تاع الكونفيتور تاعنا تاع بكري. هادو حماروا لي شويه، هادو زوج حبات. هنا ماشي هذه هي الكميه كاع اللي دارت لي، هي دارت لي واحد 35 حبه. انا غير باش ما نطولش الفيديو راني درت معكم هاد الحبات. وهنا والتزيين غادي نخليه سامبل كما قلت لكم كي تاع العاده والعوايد. غادي ندير هنا نقضب بالبانسو كما هكا، نقضب بالبانسو وندير هنا في الاطراف هكا بهذه الطريقه. ونجيب كميه تاع نواة كوكو وندير هكا. دوك نكملهم كاع بنواة كوكو ونعاود نولي باش نكملوا التزيين. ها هو الشكل النهائي تاع الصابلي تاعنا بعد ما درت له فلوتور كونفيتور ودرت له نواة كوكو. شوفوا كاين هنا اللي درت لهم هكا نقطه تاع الشوكولا، ولا تبغوا تخلوه سامبل خلوه سامبل. حنا نتمنى اليوم هذا الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم وتجربوه هكا، وتخلوا لي في التعليقات. ما تنساوش اللايك بارطاج. سلام.